السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما وعدتكم في الفيديو السابق قلت لكم غنشارك معكم بعض الوصفات اللي حضرت انا وحضرت الاخت كوسينه كون سلمى في العيد الميلاد ديال الخوت ديالها بجوج. ان شاء الله بطولة العمر والصحة والسلامة. اللي قلت لكم الام ديالها انها هي طباخة تبارك الله عليها، محترفة، وعندها كتصايب حلويات، طارطات، مملحات، عندها قناة مفيدة. كنتمنى تزوروها وبقاو معايا، غنشارك معكم اغلبية الوصفات. المهم غنبداو بالتحضيرات اللي حضرت ليهم انا، لانني ما حضرتش معاها في كل شيء. النهار اللي قبل كانت وجدت الحلويات كامله، كاع الحلوى وجداتها، غنخليكم صوره في الاخير. والنهار هاد النهار اللي مشيت انا في الليل تقريبا انا بقيت معاها حتى لشي الوحده، وجيت وهي بقات ورايا، وجدت طرطات بثلاثه تبارك الله عليها، كملت المملحات. وهنايا كتشوفوا انا درت بطاطا تسلقات. المهم غنبداو بهاد الشعريه الصينيه، لان هي غتعمر هاد البريوات. قطعت الشعريه الصينيه، والحشوه هي كما كتشوفوا هي دايره فيها الكالامار، الكروفيت، الحوت الابيض. وراه قالت لك بان عندها الوصفه في قناتها. زوروا قناتها، هي كوسينه كون سلمى، لان فيها ما يتشاف وغتستافدوا منها. المهم هي غتعمر البريوات من بعد، لان وجدت لي من حشوات وغتعمر البريوات. انا كما قلت لكم قطعت سلقت بطاطا، تقريبا شي 3 كيلو ديال البطاطا مسلوقه، زدت عليها كيلو ديال الخيزو تا هو مسلوق، قطعتهم بحال هكا كما كتشوفوا قطع صغيره. ودرت عليهم 700 غرام ديال التوريمي. وحنا غنوجدوا نصالاديه كما كتشوفوا، غنوجدها. حنا كنتعاونوا انا وياها والبنت ديالها تبارك الله عليها، اللي هي اللي مهتمه بالقناه. وهنا الطرطيه قطعت بطاطا قطع صغيره وقليتهم، هما الفلفله والبصله. وهنا الطون اللي غنديرو فيه الصلاديه. وهذا البيض طربته باش غندير فيه ندير فيه ديك بطاطا ديال الطرطيه. تقريبا غيجيونا شي 3 طرطيات ولا جوجات كبار ووحده صغيره. وان شاء الله هانتوما معايا حتى تكملوا الفيديو على الاخر، لانني صورت لكم شحال من حاجه. وهي اغلب الوصفات راه عندها في القناه ديالها، حاولوا تزوروها وتستافدوا. وبالنسبه للصلاديه انا راه عندي في القناه ديالي نوع اخر اللي كنديروا في الخدمه حنايا بزاف، وهو النوع اخر من غير ما فيش الطون. صافي المهم هنايا كتهضر البنت ديالها، لان كنسجلوا فيديو مشترك. هذا الفيديو غنلوحو عندي وغيتلا عندها هي كتشرح بالاسبانيه، لانها عندها متبعين هنايا من اسبانيا، كتبقى تهضر بالاسبانيه. داكشي علاش غادي يجي الفيديو شويه طويل. ومرحبا بكم معنا الى اخر الفيديو. انا هضرت وكملت، وهي دابا كتهضر بالاسبانيه. انا حيت الصوت ديالها، ولكن راه غتصيبوها في القناه ديالها بالصوت ديالها. يلا هنكملوا الفيديو الى الاخر ان شاء الله. No, ahora vamos a empezar. Primero vamos a echar la leche. دابا غنديروا الحليب. ضروري كنديروا واحد الكاس ديال الحليب، كيحيد لنا ديك الزفوريه ديال البيض، وفي نفس الوقت كيخلي ديك البطاطا كتجي رطبه، كتجي هوغوسه. Ahora vamos a proceder a echarle las patatas. Así, todas. Tal que así. Y revolvemos. Tal que así. Y ahora vamos a echarle un poquito de sal. Y revolvemos. دابا دارت الملحه مع هذا الخليط كامل. احنا درنا مع عندنا 3 طرطيات متوسطين، درنا 8 البيضات للطرطيه، باش تجي البيضه ما تجيش ناشفه من الداخل. الطرطيه ما تجيش ناشفه من الداخل، عفوا.
قولي لهم دابا، قول لهم كي español ya درنا 8 huevos cada tortilla. Vamos a hacer 3 tortillas medianitas. Bueno, vamos a hacer 3 tortillas medianitas. Y bueno, pues como veis, han sido 8 huevos para las 3 tortillas. No, cada tortilla. Cada Para tortilla cada lleva 8 tortilla, huevos. claro. 8 huevos. Cada tortilla lleva 8 huevos. Claro. من بعد ما طربنا البيض درنا فيه داك بطاطا والفلافل وزدت معاه واحد شويه ديال الحليب. الحليب الدور ديالو كيحيد ديك الزفوريه ديال البيض وكيرطب لينا ديك البطاطا كتجي رطبه وسط الطرطيه. وهنايا انا وجدت بطاطا كما قلت لكم، سلقتها ورفيتها درتها في القناه. وان شاء الله غندير لكم طريقه اخرى ديال السلاديه اللي كنديروا في الخدمه، لان فايت حطيتها ديال الخدمه النيت ولكن ما كانش داكشي واضح مزيان. المهم درنا هنايا الطون، راه معايا كوسينه كون سلمى لانها حتى هي كانت كتعاوننا وكتسجلنا فيديو واحد غنلوحوه في القنوات بجوج، ديالي وديالها. وغنزيد عليها بيمينتو مرون وغنزيد عليه المايس، وغنصاوب واحد المايونيز اللي كنصاوبها بيدي حسن من اللي كتكون مشريه. وهانتوما معنا الى اخر الفيديو ان شاء الله، راه كاين ما يتشاف وكنتمنى تتبعوا الفيديو. من بعد ما خلينا بطاطايه وخيزو يبردو، خديت واحد 2 بيضات باش غنصاوب لكم مايونيز، لان المايونيز هو السر ديال هاد السلاديه باش كتجي بنينه ولذيذه. كنحتاجو كاس ديال الحليب، الزيت على حساب. المهم غادي تشوفي عينك ميزانك. بغيتي تكثري المايونيز كطلعي كتزيدي الزيت، بغيتي تجي كثيره، بغيتي تكون داك القياس. المهم انت تتحكمي في الزيت والملحه وواحد شويه الحامض اللي ما حطيتوش ولكن غادا نديرو. المهم دابا كوسينه كون سلمى حتى هي كتهضر بالاسبانيه المتبعين ديالها، لان عندنا متبعين اسبان وعرب. خدينا دوك البيضات كنبداو نطربوا فيهم بشويه بشويه، كنديروا عليهم شويه ديال الزيت، غير بشويه الزيت حتى تيتبدل اللون. كتشوفي اللون ديال البيض انه تبدل، عاد كتبداي تبداي تدوري ديك الباتور. وما في الاول كتخليها واقفه، وعاد كتبداي تدور ديك الباتور ملي كيبدا اللون يتبدل. دابا زدت شويه ديال الحامض وغندير الملح. وغادا نبدا نطرب. دابا غنبدا ندور الباتور حتى يطلع ليا مزيان داك الخليط. والزيت انت كما قلت لكم انت تتحكمي، بغيتي تكون عندك مايونيز كثيره كتبقاي تزيدي الزيت وتزيدي الحليب، بغيتي ديري غير القياس باش ما تبقاش لك شيطه لنهار اخر. انا كنفضل انا المايونيز ديري تستعمليها في نفس النهار، ما تخليهاش اليومين ولا اكثر، لانها مصوبه وما فيهاش ديك المواد الحافظه كتخسر بالزربه. المهم غنبقى ندور نفس الاتجاه كما كتشوفوا. دابا عاد غنزيد الحليب باش كيبدل ليا داك اللون ديال البيض، وفي نفس الوقت الا بغيت ما تبقاش عاقده ليا بزاف. هذا هو الطريقه اللي كندير انا، كنتمنى تتبعوها، راه كتجي لذيذه كتصاوب لينا ديك السلاديه. ها نتوما غتشوفوا معايا دابا كيفاش. ها هي المايونيز ديالنا جات عاقده وزوينه ولذيذه، ومهما شكرتها خاصكم حتى تجربوها عاد تعرفوها. دابا غنخويها على داك السلاديه ديالنا. البطاطا بردات مزيان، خاصها تكون بطاطا بارده تماما باش ما تخسرش لينا ديك المايونيز. صافي وغنخلط كما شفتوا. راه درت المايس، بقى لي غير بيمينتو ديك الفلفله اللي كنشريوها جاهزه تكون مشويه، غنزيدها حتى الاخير. وجات زوينه السلاديه بالشهاده ديال الحضور اللي كانوا حاضرين في عيد الميلاد. دابا دزنا نحضروا الطرطيات. دارت الاخت سلمى المقالي باش يسخنوا 3 المقلات. غنديروا 3 الطرطيات اللي عطاتنا ديك البطاطا اللي صايبنا. المهم راه عندي انا الطرطيه في القناه ديالي، الا بغيتوا تشوفوا الطريقه كامله من الاول حتى الاخر غترجعوا الفيديوهات ديالي الاولين وغتلقاوها موجوده بهذه الطريقه ديال الفلفله. وعندي طريقه اخرى ديال الباذنجان اللي كتجي معمره. المهم غنحضروا كل شيء وهانتوما معانا حتى تشوفوا التحضيرات كامله.
دابا ها هما الطرطيات ديالنا كيطيبوا على عافيه مهيله. خرجوا لنا 2 طرطيات كبار وحده صغيره، ودابا غندوزو باش نحضروا الكريمه اللي غتحضرها الام ديال سلمى. وهنا الام ديال سلمى كتطلع في القشده الطريه لانها غتصاوب 3 ديال الطرطات. احتاجت لتر ديال القشده الطريه مع 100 غرام ديال السكر، وكما كتشوفوا ها هي طلعات كتجي بحال هذا الشكل. وكيف ما كنقول لكم اي حاجه كتصاوبيها بيدك كتكون بنينه. ودابا غندوزو باش تشوفوا كريم باتيسيير اللي حتى هو كتحتاج فيه لتر ديال الحليب. كيف ما قالت لي اطرو ديال الحليب، 4 البيضات، 400 غرام ديال السكر و100 غرام ديال المايزينا. والطريقه راه عندها في القناه باش تشوفوها كامله، زوروا القناه ديالها. وهنايا واحد الاخت معانا حتى هي وجدت عاونت حتى هي وجدت بايله اللي فيها كما كتشوفوها نتوما كتشوفوا قدامكم. ولا بغيتو تشوفوا تاني البايله كامله من الاول حتى الاخر، زوروا القناه ديال كوسينه كون سلمى لانها دايرها كامله من البدايه حتى الاخير. انا حاولت تشد لكم على لقطات. دابا ملي تقلى لي هادشي كامل، غسلات الروز وغتزيدوا على البايله وغتدير تمرق لان اصلا دايره سميتو. غتزيد غير شويه وغتخليها حتى طيب. عاد انا غنخليكم الصوره ديالها الاخيره باش تشوفوها في الاخير، تشوفوها كيفاش جات بنينه وتبارك الله عليها. ودارتها على الفاخر كما كتشوفوا، الفاخر اللي شوينا عليه القضبان قبل ما نديرو، حطيت عليه جات لذيذه 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 تبارك الله عليها. جات زوينه البايله، انتم كتشوفوا فوق الفاخر. وغنخلي لكم ان شاء الله الصوره ديالها في الاخير باش تشوفوها كيفاش الشكل ديالها كيشهي الصراحه. وما تنساوش تزوروا القناه ديال سلمى، راه دايرها هي في القناه من الاول حتى الاخر بنفس الطريقه دايراها. هنا زادت شويه ديال الماء، والماء كتزيديه طيب ما تزيديهش بارد، لان كان خاصه شويه كتزيدي شويه ديال الماء، ولا كتكوني مغليه دوك القشور ديال الكروفيت وكتزيديهم. هنايا هذا الشاورما كاين الدجاج اللي وجداتو الام ديال سلمى، وجداتو من قبل الطريقه ديال الشاورما. وغنبدا دابا غنتعاونوا. الفلفله كما شفتوا الفلفله مشويه خضراء وحمراء. هنايا قطعنا الخس، مطيشه، الذره. وهاد الخليط زاتو حتى هي عندها الطريقه كامله في القناه. وغنبداو دابا نعمروا الشاورما حتى هي نوجدوها باش غتبدا الحفله ان شاء الله ديال عيد الميلاد ديال هيثم وشيماء. هاد دير الصلصات كاملين اللي كتدير في الشاورما كتجي بنينه حتى هي درناها فوق الفاخر، جات رائعه واعره 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 صراحه. جا كلشي بنين ومتول. غنبداو نعمروا هاد الشاورما. غتبدا تعمرهم البنات ما تديوش علينا لان هاد الدار راه غير مكريينها باش ندوزو فيها هاد النهار. مكاريه ماشي مكريانه، كاريه مولاتها. ها هي دارت المايونيز. ما هاد ليلى هي مامات كوسينه كون سلمى تبارك الله عليها، راه طباخه محترفه. هي اللي تكلفت بالتحضيرات كامله ديال عيد الميلاد كلها تقريبا. الطريطوره والمساعده هي انا درت عاد شي حاجه الصراحه. هي السلاديه نسيتو. ما تكطريش الهريسه اختي، ما تكطريش. باغا نعزلهم الحار نعزلو بوحدو. اييه هذا بوحدو ماشي. اييه على حساب الدراري. دراري واحد خليه في الاخر ياسمين ياكل صابون وحده غدير عليه تشوفوا اللحم. كاين اللي ما كياكلش الخضره. ها نتوما شوفوا الطريقه اللي دارت. غنشوفوا واش دارت. علاش قلت لكم ما تديوش علينا كنخدموا، لان ماشي الدار هذا راه غير كنخدموا فوق داك الثلاجه. من بعد غنشد لكم شويه على الدار. ها هي عامل الشرجم معنا الناس، ما نقدرش نشد الجهه الاخرى. انا كنصور قوي معايا الدجاج.
داكشي اللي غيتسمع في الفيديو. Voy a entrar ahí, voy a entrar, ¿vale? Sí. ديري شي 7 ولا 8 بلا الخضره. لا كنخدمو غير بيدينا ما جبناش. انا كنخدم غير بيدي اختي، هادشي اليوم ما كاين احسن من اللي هادشي ها يجيو بنانين باينين. هاي شوفي شحال فيهم. اللي بغى الشاورما يطلب علينا ماشي مشكل. نديرهم في الشوايه. صافي المهم غنمشيو على الطريقه احسن سالي وكلشي. المهم الا كانت شي حاجه جديده راه غنشاركها معكم. يلا بسلامه هاد الساعه، بسلامه مؤقتا. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، غنخلي حتى نشارك معكم الباقيه في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه، كنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو. بسلام عليكم، الى فيديو.